درة زروق من الأسماء التونسية اللي نجحت تعمل حاجة صعيبة برشا، تخرج من الساحة التونسية وتفرض روحها على الدراما والسينما المصرية. أما السؤال هنا مش هل درة نجحت، السؤال الحقيقي هل المسيرة متاعها كانت بنفس القوة والشهرة اللي وصلت لها؟ خلينا نرجعو للبداية. درة ما بداتش من الصفر، دخلت العالم المسرح مع فرقة التياترو، وشاركت في أعمال مسرحية قبل ما تدخل السينما والتلفز، وبعدها ظهرت في أعمال تونسية كيف حسابات وعقبات، وبدأ اسمها يكبر في تونس. وبعدها جات النقلة الكبيرة سنة 2007، درة دخلت السينما المصرية من باب كبير، فيلم هي فوضى للمخرج يوسف شاهين. وهنا بدأت الحكاية من ممثلة تونسية حضور محلي إلى وجه معروف في مصر والعالم العربي. وفي نفس الفترة هذيك شاركت في أعمال كيما الأولى في الغرام والحب كده، وبعدها ولات عندها مشاركة متتالية في السينما والدراما المصرية. أما هنا تبدأ أول نقطة نقد. الانتشار الكبير ما يعنيش بالضرورة أن كل عمل كان بنفس المستوى، عندها أعمال نجحت وانتشرت، وعندها أعمال أخرى كان حضورها فيها أكبر من قيمة الدور نفسه. واحد من الأدوار اللي ساعدها باش تثبت روحها في الدراما المصرية كان مسلسل العار، بعدها توالت عليها الأدوار من مسلسل ريان، آدم، موجة حارة، سجن النساء والخروج وغيرهم. وهنا لازم نعرفوا حاجة ونعطيه حقها زاد، درة ما اكتفتش أنها تعمل دور واحد وتعاود فيه، جربت أدوار وأنواع مختلفة، قدرت تحافظ على حضورها في السوق المصرية، وهذا صعيب برشا. لكن وين النقد اللي نجم ننقدو ليه؟ المشكلة بالنسبة لي مش في عدد الأعمال اللي عملتها، المشكلة أنك تلقى أحيانا الاسم متاع درة أكبر من الدور اللي مكتوب له. يعني تشوف درة في عمل تستنى منها حاجة كبيرة، وبعد تكتشف أن الشخصية اللي نفسها ما عندهاش المساحة الكافية باش تورينا إمكانيات. وهنا يولي سؤال، هل المشكلة في درة ولا في اختيار الأدوار اللي تعمل فيها؟ نرجعو لتونس واللي الحكاية بدات فيها. رغم نجاحها في مصر، الدرة ما قطعتش علاقتها بالإنتاج التونسي، رجعت الأعمال التونسية مختلفة بينها مكتوب، ليلة الشك، الرئيس، همس الرمال والمايسترو، ووصلت الظهور في السينما التونسية كذلك. وهنا يحسب لها برجولية، معناها أنك تكون ناجح في مكان معين وتخاطر بمسيرتك وترجع تخسر معناها سنوات في أعمال تونسية، هذه حاجة باهية برشا. خاطر برشا فنانين كي ينجحوا في الخارج يولي الرجوع للساحة المحلية حاجة ثانوية وغير معتبرة من الأساس. أما الدرة حافظت على حضورها التونسي إلى جانب مسيرتها المصرية. والمفاجأة الدرة ما وقفتش عند التمثيل، في السنوات الأخيرة بدأت توسع تجربتها الفنية، ووصلت حتى لتجربة الإخراج. يعني بعد أكثر من عقدين في المجال مازالت تحاول تدخل مجالات جديدة وما تبقاش محصورة في جوست أنها ممثل. وهنا يمكن أحسن حاجة في مسيرتها، درة ما بينتش شهرتها على عمل واحد، بنات على مسيرة من المسرح التونسي للسينما التونسية ليوسف شاهين للدراما المصرية، وبعد تجارب جديدة وخلف الكاميرا. وفي النهاية درة زروق سامحوني مش ممثلة مسيرتها كاملة نجاحات، مش زادة ممثلة مسيرتها كاملة فشل كيف ما يحب البعض يصور. الحقيقة في الوسط هي عندها أعمال قوية وعندها أعمال عادية، وعندها أدوار كان ينجم مردودة أقوى، لكن السيناريو والشخصية عطاها أقل من اللي كانت لازم تتعطاه. أما حاجة واحدة صعيب تنكرها، درة زروق نجحت تعمل اسم في تونس وفي زادة في الأسواق الأجنبية والعربية. والسؤال اليوم، هل درة نجحت؟ صراحة بعد أكثر من 20 سنة في الفن مازلت ما نعرفش الجواب هذا. خليكم انتم الجواب، مين سكيبيو الحكاية ذي ونرجعوا لحاجة أخرى. درة زروق في آخر سنة عمنيول اي ثينك اجت ومثلت في صاحبك راجل، ومثلت وعملت دورة على الآخر ونجحت، كانت ساهمت في نجاح صاحبك راجل على الآخر. هذا يثبت أن درة زروق مش مجرد ممثلة صغيرة وهي تعرف بالرسمي أعمال ممكن تنجح في تونس فتجي وتعمل فيها. مين باركونتر لو كان العمل حسيته انه فشيش مستحيل كانت تمثل فيه، وهذا من رأيي بيصير. في الاخر حبيت نحكي ليه بالرسمي ممثلة عالمية على الاخر، ممثلة ما بعدش بليتها جوست خاطر نجحت في مصر. كنت نجم بكل سهولة فلوس اكثر وحاجات اكثر في مصر كنت نجم تنسى تونس من الاساس، جيزوس باش تقابل دارهم ولا حكي هي قعدت في التمثيل التونسي اللي نجحت فيه من الاول. وده بالرسمي حاجة تقدرها على الاخر في دور زروق. في اخر الفيديو نحب نشكركم ولكم وصل معي الفيديو هنا.